على العموم حنا غلاء الاسعار الا جينا نتكلموا فيها الاخوه غير باش نتفاهموا. غلاء الاسعار عنده سبب واحد، سبب واحد. واش تقولوا نتوما الانفلاسيون اللي كتقولوا هنا ولا التضخم ولا كذا؟ شنو تيضحكوا علينا؟ بحال يضحكوا علينا في زمن كورونا، ودابا تيضحكوا علينا بالحشرات انتقام من البشريه. بغاو المليار الذهبي. شوف اسمع حاجه واحده، علاش غلاء الاسعار نربطوها بالشرع؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام ابن ماجه في سننه بسند المتصل الى ابن عمر، قال ابن عمر: كنت عشرة رهط عند رسول الله فاقبل علينا بوجهه فقال: يا معشر المهاجرين 5 اذا ابتليتم بهن واعوذ بالله ان تدركوهن. نذكر لك علاش غلاء الاسعار: وما لم تحكم ائمتهم بما انزل الله الا ابتلاهم الله بالسنين وشده المؤنه وجور السلطان. هما تيدقدقوا في عباد الله كيف ما بغاو. بنت مراهقه، بنت بشار الاسد، كتكتب على التويتر: لا تسمحوا للمساعدات الانسانيه ان تدخل الى مناطق المعارضه السوريه ديال باك سوريا. الارض ارض الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والعيال عيال الله. من الذي يعولنا؟ ماشي هو الله. لو امسك الله القطر من السماء واذن للارض الا تنبت حبه واحده كل شيء يموت. وجيبوا لي ديك السحب الاصطناعيه اللي جالسين كتكذبوا علينا بها. واش عباد الله كما تيقولوا هما الدول العظمى ما يوصلوش القوم عاد، ما يوصلوش ليها. واش عباد الله جو بايدن تيخرج مؤخرا لما جات ديك الكوارث وهي انذارات من عند الله عز وجل، تيقول هذه مناطق من كوبا. اعلنوها مناطق من كوبا ولا ما؟ طيب فين القوه وفين العتاد؟ ما كاين والو الاخوه، راه هباء لا شيء امام الله عز وجل. هذا ابتلاء من الله. واش غنغوتوا على البطون ديالنا؟ فقط على البطون ديالنا، وحنا شفنا الدين ديالنا تيضيع. هذا بسبب كما قال الله عز وجل: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الله سبحانه وتعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. بركات، سماء تمطر وأرض تنبت. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. شكون الذي يأمر السماء أن تمطر؟ من؟ الله. وسير أمن جعل الأرض قرارا قبل منها، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله؟ زيد: أإله يعبد مع الله؟ أإله مع الله؟ بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله؟ بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ واش رجعنا لله؟ رجعنا لله، تبنا الله، جالسين على المهرجانات وجالسين على الخمور وكنعطيو الرخص ديال الخمور والملاهي وجالسين كنصرفوا الاولاد ديالنا على الاخلاق اللي جات بها الشريعه وجالسين كنحرفوا في المناهج في الجامعات وفي المدارس وجالسين كنشروا الالوان ديال وان لوف ونسينا باش نرجعوا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله؟ قليلا ما تتذكرون، قليلا ما تتذكرون مع الأسف. هذا هو الواقع ديالنا. أما يريكم البرق خوفا وطمعا، شكون؟ من؟ ومن ينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها أليس هو الله؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. رجعوا الله والله تتشوفوا الخير. حنا متبعين وزير المالية، وزير الطاقة، وزير التوقعات الاقتصادية وخبراء الاقتصاد والمستقبل. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي. النملة فين درست هذه النملة؟ في بروكلين
بروكلين ولا درسات في الاكسفورد ولا في الكامبريدج؟ فين درسات هذه النمله اللي كتشتغل في الصيف وكتخبي وكتخزن؟ فين؟ من الذي الهمها؟ الله سبحانه وتعالى. حنا غاديين لطريق الهلاك، حنا غاديين لطريق الهلاك، لان هكذا المسيرون ديالنا لا يخافون الله عز وجل، يرسمون طرقا للفساد، والنتيجه حنا بغاو يجعلونا بحال القطيع. نحن لسنا قطيعا، نحن بشرا. اعطانا الله سبحانه وتعالى عقولا، خص الانسان يفكر ويميز. ربي اللي يضمن لك الرزق ديالك ماشي هؤلاء. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين. اش قال لهم ابراهيم؟ انما تعبدون من دون الله ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون. والله تيفتح عليك الله سبحانه وتعالى البركات. ارجع الله سبحانه وتعالى، ارجعوا. بيوع ربويه اذا تبايعتم بالعينه، اسمع الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تبايعتم بالعينه، نوع من انواع البيوع الربويه. اذا تبايعتم بالعينه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، اذا تبايعتم بالعينه ورضيتم بالزرع واتبعتم اذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلا لا ينزع عنكم حتى ترجعوا الى دينكم. وخصكم تعرفوها مزيان ان الدول ديالنا المتخلفه النائمه اللي كيسميونها الدول الناميه، باش تعرفوها كل التجارب كتجرى علينا، لا في الخضر لا في الطماطم لا في عده خضر حنا كتستهلك. ودابا حنا عاد فقنا الكرش ديالنا عامره بالحشرات. ضربنا الخبز البرتاين وضربنا السباكيتي ديال الطاليان واعترفوا بها. الدليل على ذلك المصنع ديال الحشرات، قبل من هذا اللي جات شنو الملك عندكم هنا بيرخون بزوم. المصنع ديال الحشرات اكثر من 10 سنين وهو تيقول لك بان حنا كنصدروا هذا الشيء لكل اوروبا. اكثر من 10 سنين. دابا تيكذبوا علينا، عاد غيديروا بواحد الحكيكات ولا غيديروا بكذا وهذه راه اللي داروا اليوم دابا زعما قال لك بربليخت شناهي هو انهم يبداو يذكروا لنا. هو دابا عندك تدخل ودير المضادر، قلب على ديك النمره ديال 120 و 904 اللي ما فيهاش، لان هذيك غير فيها غير النحل. ايوا قلب على ديك ديال سراق الزيت، وكانت شحال كلينا من سراق الزيت وشحال وكلونا حتى في بلادنا. و80% من الدار البيضاء، السناكات ديال الدار البيضاء كانوا كيضربوا غير الدجاج ميت. الدجاجه فيها 3 كيلو كتباع ب7 ديال الدراهم. تيخافوش الله عز وجل. الناس ما كتخافش الله لان بقينا متبعين البطون ديالنا ونسينا العقول والدين ديالنا. نرجعوا الله عز وجل قادر باش يبدل الاحوال ديالنا. ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الله سيبدل حالنا. ملي كنصليو الاستسقاء كان النبي صلى الله عليه وسلم تيقلب القميص ديالو والعبايه ديالو. علاش يقلبها؟ يا ربي حنا جيناك بواحد الحال ودابا راه بدلناه بعد الصلاه. حنا كنخرجوا من صلاه الاستسقاء كيف ما دخلنا قبل كيف ما خرجنا من بعد. كندخلوا لصلاه الجمعه الا من رحم الله عز وجل، كندخلوا المخير فينا كياخذ واحد الشحنه على 10%. تيقول لك بطاري باينه داخل عندك الشحنه غير حتى الجمعه في العشيه. راه الا بغينا نرجعوا الله عز وجل خصنا هادشي اللي يكون غلاء الاسعار. هذا هو السبب ديالو. راه وقفوا امام البرلمان ولا تاكلوا العصا ولا تطلبوا كذا، راه ربي ما يرفعش علينا هادشي اللي فيه حتى نرجعوا ليه سبحانه وتعالى. وهو الذي امره سبحانه وتعالى اذا اراد وقوع شيء ان يقول كن فيكون.